ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه تجارب شاشتة، والنهارده وصفات غريبه من التيك توك. وصفه جديده شفتها على التيك توك وجايبه لايكات كتير، فانا قلت اجربها معاكم وتعالوا نقيمها في الاخر ونشوف هتبقى حلوه ولا لا. حسب ما شفت في الفيديو ان هو جاب بطاطسايه وقشرها وقطعها اي تقطيع مش مشكله، وبعد كده سلقها في ميه سخنه. يا سلام على التقطيع بتاعي، وانا كده خلاص بقى قطعتها وهنزلتها في الميه السخنه، ويا دوبك كده خدت 10 دقايق عشان كنت مسخنه الميه. وخلاص انا جيت لكم بسرعه اهو. هو بعد كده بقى هرسها، وانا هرسها زيه دلوقتي بالظبط. وخلاص هرستها، وبعد كده لقيته بقى حاطط كميه توابل كتيره، فانا حطيت بقى بصل بودر وتوم بودر وشويه ملح. هو كان مزود بابريكا بس انا ما كانش عندي بابريكا فمش مشكله. وقلبت بقى التوابل كويس جدا مع البطاطس. وبعد كده حط بقى معلقه نشا. وبعد كده حط معلقه دقيق. المفروض بقى ان هو عجن البطاطس دي زي العجينه بالظبط. انا في الخطوه دي يا جماعه اتاخرت قوي، يعني انا قعدت احط معلقه دقيق ومعلقه نشا كل شويه عشان تلم، يعني ما كانتش راضيه تلم بصراحه. في الاخر كده التوتال ان انا حطيت لها 3 معالق دقيق ومعلقتين نشا كبار. وده كان شكلها بعد ما لميتها بقى بالنشا كده. بصراحه لما شفت الشكل ده بقى والمنظر انا قلت كده انا بقيت شيف، يعني شايفين شكلها عامل ازاي. وكمان بقى طريقه التقطيع بصراحه يعني انا كنت فخوره بنفسي في اللحظه دي. قطعتها بقى زي ما انتم شايفين، وانا المفروض كنت مسخنه الزيت علشان بقى هنقليها. بس قبل ما قلتها يعني دوست عليها كده بالشوكه علشان تبقى مبططه كده يعني. بس والزيت كان سخن ونزلتها على الزيت. عايزه اقول لكم بقى وهي بتتقلي كانت ريحتها حلوه جدا. وخلاص بقى قلتها على نار متوسطه عشان يعني تاخد راحتها كده في القلي ما تتحرقش مني. وده كان شكلها النهائي. طلعت لونها ذهبي وجميل وكمان ناشفه من بره، وكانت كمان منفوخه شويه كده. فانا دلوقتي خلاص متشوقه ان انا ادوقها علشان اقيمها واشوف نتيجه تعبي وجهدي في هذه الوصفه اللي من على التيك توك. اول حاجه باين في طعمها طبعا التوابل كانت زهره جدا، وكان ملحها مظبوط، يعني ما كانش محتاجه ان انا احط عليها اي ملح من بره. وكمان بقى اقول لكم العجينه نفسها يعني بتمضغ كده، مش بتدوب بسهوله في البق، لا بتقعدي تاكلي فيها شويه. فبصراحه كان ملمسها حلوه قوي، انا عجبتني يا جماعه وهقيمها 10 من 10. وانتوا كمان لازم تجربوها. وبس كده انا خلصت الفيديو. متنسوش قبل ما تطلعوا من الفيديو تحطوا لايك، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم علشان القناه تكبر واظهر معاكم في اقرب وقت. واستنوني فيديوهات جديده، وباي باي.